الجزء الثالث من سلسلة على ضرب المصطفى صلى الله عليه وسلم. اختار عبد المطلب لابنه عبد الله آمنة بنت وهب بن عبد مناف بن زهرة، وكانت من أطيب نساء قريش نسبا وأخلاقا. تزوجها عبد الله ودخل بها في مكة وحملت بالنبي صلى الله عليه وسلم. وبعد الزواج بفترة قصيرة خرج عبد الله في الجارة إلى الشام، فمرض في الطريق العودة وأقام بالمدينة عند أخواله اللي هم بني النجار، ومات هناك ودفن في يثرب، وكان عمره حوالي 25 سنة. والنبي صلى الله عليه وسلم كان ما زال جنينا في بطن أمه. في دار عبد المطلب بشعب بني هاشم بعد حادثة إبرهة ومحاولة هدم الكعبة بأسابيع قليلة، ولد النبي صلى الله عليه وسلم ولادة طبيعية يسيرة دون أي تعب. بعد أن ولد النبي صلى الله عليه وسلم ولف في خرقة بيضاء، ثم أرسل أحد النساء إلى عبد المطلب يبشرونه بولادة حفيده، فجاء مسرعا من الكعبة إلى بيت آمنة وحمل المولود بفرح، ثم ذهب به إلى الكعبة ودعا الله وشكره، ثم سماه محمدا، الاسم اللي ما كانش معروف عند العرب وقتها. النبي صلى الله عليه وسلم ولد مختونا يعني مقطوع السرة، وفي روايات عن النور اللي أضاء الشام وإنه اتولد ساجد وسقوط الأصنام وانطفاء نور فارس، بس كلها روايات ضعيفة. بعد أيام قليلة من الولادة أرضعته سويبة مولاة أبي لهب أياما معدودة، وسويبة دي كانت جارية عند أبو لهب. لما بشرته بأن مرات أخوه ولدت ذكر أعتقها. ثم أرسل النبي صلى الله عليه وسلم بعدها إلى بني سعد بن بكر، كما كانت عادة أشراف مكة أن يرسلوا أولادهم إلى البديل، فأخذته حليمة السعدية لترضعه في البديل. ما تنساش تصلي على النبي وتشجعنا في الكومنتات.